السلام عليكم ورحمة الله. أنا مصطفى خاطر ودي قناة حكي تاريخ، وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أشهر وأهم شخصيات حربية في التاريخ. هتلر. اتولد هتلر في مدينة برونو سنة 1890، وكان بيعشق قراية الكتب من صغره، وكمان بيهتم بالرسم والتصوير، وعلشان كده دخل معهد الفنون. تخيلوا معايا كده، واحد بيحب القراية والرسم والتصوير عمل كل الحروب دي، وكمان مصنف من أشهر الشخصيات الحربية في التاريخ. أمال لو كان بيحب البومب والصواريخ في العيد كان هيعمل في العالم ايه؟ المهم بعد وفاة أمه قرر ينزل يشتغل علشان لقمة عيشه، وانتقل لمدينة فيينا اللي وقتها كانت بتعاني من مشكلات اجتماعية، وده اللي خلته ياخد موقف كبير من الماركسية واليهودية، واللي كانوا في نظره بيشكلوا خطر كبير على الألمان. ومن هنا بقى قال يفكوا من القراية والتصوير والحاجات دي، وابتدى يبقى إنسان عادي ويحب البومب والصواريخ في العيد، وكمان بدأ يهتم بالسياسة. وبعدين دخل الجيش وقت الحرب العالمية الأولى، وهناك اتصاب بالعمى الجزئي بسبب غاز الخردل، وبعدها انضم للمكتب الإعلامي التابع للإدارة العسكرية، وابتدى يكتب في الصحف عن ضرورة التخلص من اليهود والدعوة لبناء دولة نقية. ثم انضم للحزب النازي، وده كان حزب العمال الألمان الاشتراكي الوطني، وحط برنامجه السياسي وحاول الإطاحة بالحكومة الألمانية، وده كان السبب في اعتقاله. وبعد خروجه من السجن اتجه للمشاركة السياسية عن طريق الانتخابات، وحقق ده فعلا بعد استغلال فترة الكساد اللي حلت على البلاد. وفي الأول اتعين مستشار وأسس الدولة النازية، وشوية شوية حصل على دعم الجيش بعد وفاة رئيس ألمانيا، وبقى الزعيم القومي عليها. وابتدى يدخل بولندا علشان يرجع الأراضي الألمانية، وطبعا بقت الدول الكبيرة ما سكتتش على اللي بيحصل ده، وشنت بريطانيا وفرنسا هجوم على ألمانيا كرد فعل. ومن هنا بقى كان سبب الحرب العالمية الثانية، الحرب اللي تسببت في قتل 60 مليون نسمة في 6 سنين. وكمان حصلت المحركة اللي كان بيستهدف فيها ملايين اليهود، ولما قربت نهاية الحرب واتأكد ان بلده هتخسر قالك مفيش حل غير الانتحار، وده كان في 30 إبريل سنة 1945. الإسكندر الأكبر. اتولد الإسكندر المقدوني في 356 قبل الميلاد بمدينة مقدونيا اللي في اليونان، وكان أبوه فيليبي الثاني ملك مقدونيا، وأمه الملكة أولمبيا. واتعلم الفروسية والرماية والرياضيات، واتعلم على يد أرسطو بالفلسفة والشعر والمسرح والعلوم والسياسة. وبعد مقتل أبوه بقى هو الملك على مقدونيا، وكان عنده 19 سنة، وحكمها في الفترة الزمنية ما بين 336 ل 323 قبل الميلاد. وبعدها اتخلص من حركة التمرد في شمال اليونان، وكان القائد بتاع حملة التخلص من إمبراطورية الفرس، وقدر ينتصر عليهم في عدة معارك في اليونان وفي مصر وفي العراق وفي الهند وفي بلاد فارس. ويذكر ان الإسكندر ما اتهزمش في أي معركة قبل كده. وكمان لما دخل اسكندرية قدروا انه يخليها عاصمة للثقافة والفكر. وتوفى المقدوني في 323 قبل الميلاد في مدينة بابل في العراق، وده كان بسبب مرض الملاريا، ووقتها كان عنده 32 سنة. نابليون بونابرت. اتولد نابليون سنة 1769، وتلقب بالإمبراطور نابليون الأول، وكان قائد عسكري للقوات الفرنسية، وسيطر بها على إيطاليا وبعض مناطق النمسا. وكان نابليون القائد للحملة الفرنسية على مصر، وسيطر على المناطق الشمالية. وطلب وقتها من بعض العلماء دراسة الآثار المصرية في مكان اكتشاف حجر رشيد، واللي ساهم في فك رموز الحجر. وبعدها رجع نابليون لفرنسا، وعمل انقلاب عسكري ضد الثورة اللي حصلت في فرنسا، وتمكن من السيطرة التامة عليها، وعمل معاهدات سلام مع بعض الدول زي إيطاليا والنمسا وروسيا والدولة العثمانية. وتعين في منصب القنصل الأول في فرنسا، وتوفى في منفاه سنة 1821. صلاح الدين الأيوبي. اسمه صلاح الدين يوسف ابن أيوب من الأكراد. اتولد في مدينة تكريت العراقية سنة 532 هجريا، وتعلم القراية والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكمان الفروسية وفنون القتال. وبعدها اتنقل مع والده لدمشق،
وكان عالم في الرياضيات والهندسة والحساب والشريعة الإسلامية، وكمان غيرهم من العلوم المختلفة. وبسبب شجاعته اتعين قائد لجيوش أمير الشام، وكان قائد عظيم في عدة معارك ضد الصليبيين، ومن أشهرهم معركة حطين الشهيرة اللي حرر فيها القدس. ومن ضمن أعماله هي إنهاء الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، وحاول توحيد كل البلاد الإسلامية. وتوفى في سنة 589 هجريا، وده كان بنتيجة إصابته بمرض الحمى الصفراوية. خالد بن الوليد أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وبيلتقي في النسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة ابن كعب، وأبوه هو الوليد بن المغيرة سيد مخزوم وأغنى أغنياء قريش. ويذكر إن اتولد في الصحراء العربية وأسلم قبل فتح مكة، ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، وده علشان شجاعته اللي كان بيتميز بيها. وكان خالد بن الوليد قائد عسكري بيتميز بالعبقرية، وخاض مجموعة من الحروب ومعارك كتير، وقاد الجيوش الإسلامية ضد الفرس والروم، وكان القائد في معركة اليرموك ومعركة اليمامة الباسلة ومعركة ذات السلاسل ومعركة مؤتة وفتح مكة، وما زال بيتدرس لحد دلوقتي في الكليات العسكرية تكتيك عسكري بيتسمى بالكماشة أو الضربة المزدوجة، واللي استخدمه خالد بن الوليد في مخططاته العسكرية، وبيقال إنه توفى سنة 21 هجريا. وبكده تكون خلصت حلقتنا. أتمنى تعجبكم وأكون قدرت أفيدكم بأي معلومة، وكمان اكتبولي لو حابين نتكلم في حاجة معينة، واستنونا في حلقة جديدة من حكي تاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.